السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير. تعالوا بقى النهاردة هعمل معاكم كفتة الحاتي. أنا عارفة ان ناس كتير جدا جدا بتحب طبعا الكفتة بتاعت الحاتي، والمشكلة ان احنا ما بنعرفش نطلعها بنفس طعم بره. انا هعملها معاكم النهارده بالطريقه الاصليه من غير اي افتكاسات، ومفيش اي اضافات فيها خالص فيها افتكاسات. واوعدك ان انت لو عملتيها بنفس الطريقه دي ان انت هتاكلي احلى كفته حياتي، كانك بتاكليها من بره بالظبط. شايفين؟ عايزه اوريكم الكفته طريه جدا وجوسي، وفي نفس الوقت مش مكتومه، وبجد طعمها تحفه قوي قوي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بقى اوريكم الطريقه، متنسوش بقى لايك حلو كده للفيديو عشان يتشاف، واللي ما اشتركش عندي في القناه هتشرف بيه جدا، وعلى صفحه الفيسبوك. يلا بينا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا ومقاديرنا ومكوناتنا. انا هنا هشتغل على نص كيلو من اللحمه. طبعا انتي كل ما هتزودي المقادير بتاعتك هتزودي في البهارات وهتزودي في الحاجات اللي هتستخدميها. تمام، انا معايا هنا نص كيلو لحمه. اللحمه بتاعتي دي كان فيها نسبه دهن كده يعني بسيطه، مش كتير قوي. تمام، ومعايا بصلايه متوسطه بشرتها وعصرتها كويس جدا من الميه، والميه اهي برضو انا حطاها في طبق عشان هستخدمها. تمام، اهم حاجه تعصروها كويس جدا من الميه، ودي الميه بتاعه البصل. معايا هنا كده حته ليا ضاني مسكتها بشرتها بالمبشره بعد ما تلكتها، تدي طبعا طعم حلو جدا. تمام، ومعايا ملح وفلفل اسود، ومعايا هنا شويه كده من الزيت، ومعايا معلقه من الصلصه. بس كده، هي دي المكونات بتاعتنا. اول حاجه هاخد البصله اللي احنا عصرناها كويس من الميه احطها على اللحمه، ومعاها الليه. يا ريت ما تستغنوش عن الليه لان هي مهمه جدا. معلقه صغيره ممسوحه من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل اسود، دي بشرة جوز الطيب لو انتي حابة تحطيها، هي بجد بتعلي التست جدا. وبشرة صغيرة مش هنكتر خالص، يعني حوالي اقل من ربع معلقة صغيرة. عايزة تستغني عنها انتي وراحتك، ممكن تحطي بدلها بهارات مشكلة اللي هي السبع بهارات دي، او تحطي اي بهارات مشاوي بتاعت كفتة حياتي من عند العطار. اهم حاجة اعجنيها كويس جدا في بعض. خطوة مهمة جدا من نجاح الكفتة معاكي ان انتي تعجنيها كده كويس في بعض وتخليها كلها تتجانس مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا بعد ما بعجنها بسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة، علشان عايزة التست بتاعها يبقى عالي معايا. كل ما هتسيبيها شوية كده هتشرب من البهارات بتاعتها، والتست بتاعها هيعلى معاكي وهيبقى طعمها احلى بكتير. واحنا شغالين برضو هقول لكم على حاجات تانية برضو نعملها عشان تنجح معانا وتطلع معانا مظبوطة. انا كده خلصت العجن بتاعها وحياتها في التلاجة ريحت شوية. انا هنا كنت عايزة اوريكم ان بص اللحمة سمغت ازاي في بعض كده وعملت عرق من كتر ما انا عجنتها كويس جدا في بعض. هنيجي بقى هنا للتصبيع. انا باخد مية البصل بحطها على معلقة الصلصة، وعليهم حوالي كده معلقة من الزيت، وعليهم رشة كده بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود، وبقلبهم كده كويس. وهقول لكم دلوقتي دول هنستخدمهم في ايه. هجيب هنا، انا كان عندي السيخ اللي هو بتاع الفرن ده، انت ممكن تعمليه على ظهر معلقه مفيش اي مشكله، ظهر شوكه اي حاجه. بمسح السيخ بالتتبيله اللي انا عملتها اللي هي ميه البصل ومعلقه الصلصه وشويه فلفل اسود وشويه الملح. وبعد كده ببتدي اصبع الكفته. انا ما كنتش اخده بالي هنا ان مش باين، بس هقرب لكم دلوقتي ايه الكاميرا. التصبيع بتاعها سهل جدا كده بالصبع الكبير زي ما انتم شايفين، بضغط عليها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى حجم الكفته ده يرجع لكم انتوا. تمام، لما باجي اطلعها باخد الكفته افضل اصبعها على فوق فبتطلع معايا من السيخ بكل سهوله. لو انت عايز تعمليها على سيخ خشب هتنقعي السيخ الخشب قبليها بشويه في الميه، بتاخدي كده حوالي 4 اعواد كده مع بعض وبتصبي عليهم الكفته كده بالشكل دوت. طبعا دول بتسوي بيهم بقى ايه الكفته عادي. تمام، لكن انا هنا هو السيخ ده بس اللي موجود عندي، هصبع عليه عادي صباع الكفته وهشيله واحطه في صينيه للتصبيع فقط لا غير، مش هسوي بيه. تمام، شايفين شكل الكفته عامله زي بتاعه بره ازاي؟ وبضغط كده بالصباع الكبير دوت لحد ما بعمل لها نفس الشكل نفس التجويفه. بصوا وانا بطلعها برفعها كده لفوق وافضل اضغط عليها كده لحد ما انزلها معايا في الصاج عشان شكلها ما يتبهدلش وتفضل مظبوطه معايا، وشكل الصباع بتاع الكفته زي بتاع الحاتي كده بالظبط. حجم صباع الكفتة في الطول او في السماكة بتاعته في تخن، يعني انت بقى اللي تتحكمي فيه براحتك حسب راحتك وحسب الكمية اللي عندك. انا كنت عاملة صباع كفتة محترم يعني. تمام، عايزة تصغريه عن كده في الطول وفي الحجم بتاعه براحتك مفيش اي مشكلة. هسيخ معاكم كمان صباع كفتة. بمسك برضو السيخ، بحط عليه مية البصل والصلصة اللي احنا عملناها دي مع بعضينا، وبصبعه كده بالشكل ده بالطريقة دي. انا هنا مقربة لكم الكاميرا عشان تشوفوا الطريقة.
عايزه اقول لك بقى، يا سلام لو عندك شوايه كده بقى وعندك سياخ كتير وترصيها بقى وتشويها على الفحم، بجد هتبقى رهيبه. بس انا سويتها في الفرن وعملت لها فحمه كدابه، وعايزه اقول لك برضو ان هي طلعت معايا ما شاء الله. اهم حاجه بقى التسويه، الكفته لازم تحطيها على نار عاليه، لانك لو وطيتي عليها النار الكفته هتنشف معاكي، هتنزل كل السوائل اللي فيها وهتنشف معاكي. فانت هتحطيها في الرف الاولاني في الفرن، وهتخليها على اعلى درجة حرارة، وهي ما بتاخدش وقت كبير في الفرن، يعني اخدت معايا حوالي ربع ساعة. تمام. وبرضو يرجع لحرارة الفرن عندك من عندي بتختلف، بس هي اهم حاجة التسوية بتاعتها تكون على درجة حرارة عالية مش واطية. ولو حابة حتى تسويها على البوتاجاز مفيش اي مشكلة، وانت تعمليها على صينية او على جريل، بس برضو بتستوي على حرارة عالية. كده خلصت الكمية بتاعتي كلها. بقى همسك مية البصل اللي فضلت، مية البصل وعليها الصلصة والفلفل الاسود والملح، هدعك بيها بقى الكفتة من فوق، هتدي الكفتة معاكي لون حلو جدا. تمام. بعد ما بخلصها بقى كده هحطها في الفرن زي ما قلت على التسوية اللي انا قلت لكم عليها. وبعد ما بتستوي معايا انا مش بولع عليها الشوايه، الفرن عندي بمروحه فبكتفي ان انا يوزع الحراره، مش بولع عليها الشوايه خالص. هنا الكفته بقى كانت استوت معايا، هعمل لها فحمه. طبعا انتي وحريتك، حابه تعملي الفحمه اوكي، مش حابه انتي وراحتك. عايزه تشويها من الاول على الفحم برضو انتي وراحتك. فحمه وشويه زيت وبغطيها بس تغطيه كويسه. ممكن ارجعها الفرن تاني وهو سخن كده، لان لما بيكون الفرن سخن بيخلي الفحمه معاكي تسمع اكتر، بتست اعلى. وقدميها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها، واعملي جنبها سلطه طحينه وكليها بالف هنا وشفا. ان شاء الله هتجربوها تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.